محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المباراة في ملعب حديقة الأمراء من كابينة التعليق. محدثكم فارس عوض يحييكم مشاهدينا. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. فريق باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. تنطلق الآن المباراة الأولى من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. إذن هذه تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في لقاء اليوم. في حراسة المرمى دوناروما، ماركينيوس سيلعب بجوار سيرخيو راموس في الخط الخلفي، ليونيل ميسي سيبدأ مع نيمار في الجناحين، وكيليان امبابي سيلعب في الهجوم. ذكاء كبير من المدافع يقطع الطريق للكرة العرضية. ومع التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم، في حراسة المرمى العملاق مانويل نوير، دي ليخت سيلعب بجانب لوكاس هرنانديز في خط الدفاع، جنابري سيبدأ مع كومان على طرفي الملعب، وفي الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. مع وجود نيمار في التشكيلة ستكون هناك آمال كبيرة عليه في هذا اللقاء. القدرة الكبيرة على هز الشباك في أي فرصة، المهارة في إنهاء الهجمات المثيرة للإعجاب. بيعدي فيها، يتقدم فيها. الله، جاء الهدف مبكرا، تسجيل هدف. افتتاح سريعا هنا. نشوف لقطة الهدف، كرة تلعب عالية خطيرة من فوق الدفاع، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. تعود المباراة من جديد، البي اس جي متأخر في النتيجة، فهل يعدلها بشكل سريع؟ ساديو ماني. بايرن ميونخ يهاجم الآن. بايرن ميونخ ونقلات وتمريرات ممتازة، لكن لا يستمر بناء الهجوم. أين التمريرات الحاسمة؟ يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة. يا رب، ما هذا السيناريو، ما هذه الدراما. هدف يأتي والرد يأتي عليه. نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. نتابع الهدف مرة أخرى، ولكم الهجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. مستمرون في نقل الكرة، أي دقة أي سرعة، حافظين بعض. يا سلام على الاستحواذ. راية من الحكم في إشارة للتسلل الآن. رمية تماس للبايرن. دي ليخت. الحكم يشير باستمرار الهجمة مع البايرن. استغلال ممتاز للأطراف من الفريق البافاري. اعتراض رائع جدا للكرة العرضية. كيميتش بيلعبها في المنطقة، لم تبعد الكرة بشكل سليم. ممكن فرصة من خلال كرة مرتدة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. الله على التصدي يا نوير، ما هذه السرعة. الكرة من
المسافة قريبة جدا، لكن الاستثنائي يبقى استثنائي. كرة رأسية ضعيفة والحارس يوقفها بدون معاناة. جمال موسيالا، حلو التدخل، خلصها بدون ارتكاب خطأ. ساديو ماني، توماس مولر، كرة عند كيميتش، يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة. فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات. كومان، تصل إلى ألفونسو ديفيز. كرة تعود إلى كومان، فرصة لهدف التقدم. كانت خطيرة جدا، تدخل وأبعدها في توقيت مثالي. الكرة يفقدها الفريق. موسيالا، دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. شوط أول ينتهي في هذه اللحظة. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل للفريق الآخر. ساديو ماني، كومان، ويصوب تصدي سليم من دون روما. شوط أول كان فيه مستوى مميز جدا من جانب كيليان مبابي على أرضية الملعب. هدف مهم جدا في الشوط الأول لأنه كان هدف التعادل، واللي أيضا سيجعل من وضعية الفريق أفضل في الاستراحة. هذا الهدف سيكون له دفعة معنوية كبيرة في محاولة الوصول للثنائية. كومان ينطلق بالكرة على الأطراف. راموس بيوقف العرضية. هذه كرة الأفضلية. التعامل مع هذه الكرة لم يكن بالشكل المطلوب. حارس المرمى يجد كرة سهلة حقيقة بعد لمسة أخيرة لم تكن بالمستوى. سيرجي جنابري، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. بناء هجومي غير مكتمل، غابت اللمسة الحاسمة واللي تصنع الفارق. حلوة التمريرة، ممتاز ساديو ماني، تصدي ممتاز من دون روما. جناح فاضي أمام نيمار. ليونيل ميسي، تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى، سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. بايرن ميونخ يجري تغييرا في فريق الآن. توماس مولر، ملعوبة إلى ساديو ماني. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. مولر بيتخلص من المدافع. تدخل حاسم هنا في ال18. توغل رائع جدا وثقة كبيرة في التقدم للأمام باتجاه ميسي في وسط منطقة الجزاء. يا الله، الرأسية مرت مباشرة من فوق العارضة، كانت قريبة جدا، غاب عنها التوفيق. لوروا الثاني الآن لتوماس مولر.
البايرن يحاول استغلال الأطراف. بايرن ميونخ يلعب. تصدي ممتاز يبقي الفريق في المباراة. كانت فرصة التقدم في وقت صعب في هذا اللقاء. سانيه، كرة هدف في هذه اللقطة. لو تزحزح القائم هنا بعض الشيء. ما الذي يحصل هنا؟ كرة تذهب للفريق الخصم. ليرو ساني. الحكم يشير إلى ضربة ركنية بعدما اصطدمت الكرة بالمدافع. كيميتش بيلعب للضربة ركنية في منطقة الجزاء. 6 دقائق فقط ويطلق الحكم صافرة النهاية. كرة عرضية ناحية مبابي. ضربة رأسية لكن بدون قوة، سهلة وصلت لحارس المرمى. لورو الثاني. البي اس جي يفقد الكرة. توماس مولر، تصدي ممتاز من دوناروما. توماس مولر، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. الله على التصدي من حارس المرمى. انظر إلى ردة الفعل، انظر إلى كرة غير عادية، إلى مسافة قريبة، إلى توقيت قاتل، لكنه يحافظ على التعادل. 90 دقيقة تنتهي بالتعادل. يتقدم اللاعب لتسديد الركلة الأولى. توقع ممتاز لوجهة الكرة. الحارس يوقف. ممتاز الاختيار من اللاعب. زاوية صعبة على حارس المرمى وكرة في الشباك. الله على التصدي من مانويل نوير. الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب. ركلة تنفذ بنجاح. خلص اللي عليه، سجل في هذه اللحظات. تصدي سليم من دوناروما. ركلة ترجيحية تنفذ أرضية في منتصف المرمى. ركلة في المرمى. كان الله في عون اللاعب في مثل هذه اللحظات. كرة قد تعني الخسارة لو أضاعها. والحارس يتألق، يظهر بدور البطل ويقود فريقه للانتصار بتصدي في منتهى الروعة.